اهلا بكل متابعين قناتي قناة وصفات اقتصادية. كلنا عارفين ان اللينزة سعرها خيالي جدا وكمان بتاخد وقت في تحضيرها، لكن النهاردة انا هخليكم تعملوها في خطوة واحدة وكمان بعشر تمنها. نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. هنحط 3 كوبايات من السكر البودر في بولة، يعني 300 جرام. هنحتاج كمان 3 كوبايات من جوز الهند المبشور، 5 معالق من دقيق السميد بتاع البسبوسة، و5 معالق من دقيق متعدد الاستخدامات. ممكن تستخدموا نص المقادير. بعد كده سيحوا 4 معالق من السمنة أو الزبدة وضيفوهم على المكونات الجافة. ولو هتستخدموا نفس المقادير يبقى هتحتاجوا 3 بيضات ومضاف ليهم كيس من الفانيليا. اضربوهم ضربة خفيفة مع الفانيليا وضيفوهم للمكونات. اما لو هتستخدموا نص الكمية هتضيفوا بيضتين بس طبعا مع الفانيليا، وضيفوا بعد كده كوباية لبن بنفس الكوباية اللي عملتوا بيها باقي المقادير. بعد كده تخلطوا بقى المكونات دي مع بعض بالايد، بمضرب، بعجان، زي ما تحبوا. اهم حاجة ان هي تكون بالشكل ده. والكمية دي هنحتاج لها صينية 30 في 40 مدهونة سمنة، كمان من الحواف بندهن سمنة. بعد كده غطوا الصينية بورقة زبدة، لو مش متوفرة مفيش مشاكل، ادهنوا كمان ورقة الزبدة وكمان من حواف الصينية. وانتوا بتوزعوا عجينة اللينزة في الصينية بلاش تنزلوا بيها مرة واحدة في الصينية، يعني هنحط أجزاء كده. سمك العجينة في الصينية بيكون نص سنتي. وزعوا تلتين العجينة بس في الصينية. هقول لكم هنعمل ايه بالتلت الباقي. استخدموا الاسباتيولا لان هي سهلة في التوزيع جدا. خلوا ارتفاع العجينة في الصينية متساوي، وبعد ما تفردوا العجينة في الصينية حطوها في التلاجة لحد ما تحضروا الحشوة. وبكده تبقوا خلصتوا أصعب مرحلة فيها، اللي هي خدت يدوب 5 دقايق يعني. قد كده هي سريعة التحضير سواء كانت للضيوف وكمان أعياد الميلاد. لو وصلتوا معايا لحد هنا ارفعوا الفيديو باللايك الجميل، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يشرفني جدا وجودكم على قناتي. زي ما انتوا شايفين كده، دي الطريقة اللي بتوزعوا بيها العجينة في الصينية، مش بتضغطوا عليها أبدا. بتكون طريقة التوزيع عن طريق لمس العجينة بخفة بالسباتيولا لحد ما توصلوا للشكل ده. وتعالوا نحضر قشطة الحشو، وهي عبارة عن 8 معالق من النشا. دوبوهم في 1.5 كوباية من المية. انا بعد ما دوبت النشا نقلته في مج. للمقادير دي هتحتاجوا كيلو من الحليب. حطوه على النار، لما يقرب من الغليان ضيفوا له النشا بالتدريج مع التقليب. ضيفوا معلقة من السمنة البلدي او الزبدة لو عايزين تعززوا طعم القشطة. قشطة الحشو هنا هتعملوها بدون سكر. استمروا في التقليب لحد ما القشطة توصل للقوام الكريمي اللي شايفينه ده. اطفوا النار وخرجوا الصينية من التلاجة وضيفوا القشطة كاملة على العجينة. حركوا الصينية في جميع الاتجاهات بميل علشان تحصلوا على سطح متناسق للقشطة. سيبوها 5 دقايق علشان تاخد تشميعة. بعد كده اعملوا خربشات بالشوكة، والتلت الباقي من العجينة حطوه في كيس حلواني او كيس تلاجة، وابدأوا غطوا اركان الصينية الاربعة بالعجينة، وبعدها اعملوا خطوط طولية وعرضية على سطح القشطة. بعد ما تحصلوا على الشكل ده حطوها في فرن درجة حرارته 180 سابق التسخين رف أوسط. بعد 35 دقيقة خرجوا الصينية من الفرن، لمعوا الوجه بتاعها بمربى مشمش أو أي مربى انتوا بتحبوها، وكمان حطوا قطع من المربى في فراغات القشطة. شايفين الجمال؟ الصينية دي يا جماعة عند حلواني مشهور بيبيعها ب600 جنيه. مكونات ممكن تكون موجودة كلها في البيت، طعمها لذيذ جدا، بتجمع ما بين الكريمي والكرانشي. جربوها هتدمنوها. هاتوا بيها اصحابكم وحبايبكم. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.